السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. قبل ما نبدأ كلامنا نصلي على النبي زي ما احنا متعودين عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا هعمل لكم الاسبونش البيتي. تمام. هعمله لكم بطريقة سهلة جدا ومبسطة جدا لكل ست بيت شاطرة تقدر تعمله. بدل ما نروح نشتري التورتة من بره هنعمل الكيك الاسفنج دوت اللي هو الاسبونج كيك. تمام. هنعمله احنا في البيت بطريقة بسيطة وغير مكلفة، وهنزينه كمان ان شاء الله. بس التزيين استنوني بكرة ان شاء الله هنزل لكم التزيين. المهم ان انت التورتايه، يعني هنعمل تورتايه سهلة جدا للمبتدئين. تمام. وما فيهاش اي صعوبة لاي حد، سواء البنوتة اللي لسه بتدرس، البنوتة المخطوبة، ست البيت الشاطرة، الست الكبيرة، الام لينا، الجدة، ايا كان مش هتبقى صعبة عليها خالص. تمام. وبدل مثلا ما نروح نشتريها من المحل مثلا ب 250 و300 و350، احنا هنعملها في البيت. مش هتكلفنا ال100 جنيه، او قولي هتكلفنا ال100 جنيه عشان ما نبقاش مثلا بنكذب. تمام. يعني هي والله ما هتكلف، بس ممكن التزيين بقى يا واحنا نحط شوكولاتات بقى وكده، هو ده اللي بياخد التكلفة. لكن احنا بقى نعملها في البيت بطريقة سهلة ومبسطة جدا. ومش عايزة اكتر عليكم في الكلام، ويلا بينا نشوف مقاديرنا النهاردة. انا هوريكم الاول الكوبايه اللي استعملتها. تمام. عشان تبقوا عارفين وما تتوهوش مني. انا استخدمت الكوبايه دي اللي هي الكوبايه المعياريه. اعذروني يا جماعه، انا في حروف بتروح مني. تمام. لو مش عندك دي تقدري تستخدمي اللي هو المج دوت. تمام. اللي موجود في كل بيت اللي هو بايد ده. المهم هنعمل مقاديرنا النهارده بقى. معايا كوبايتين الا ربع دقيق منخول. تمام. وانا هبقى اعمل لكم حلقه تاني للسبونش الجاهز. بس هو مش متوفر عندي النهارده فعملته سبونش بيتي، بس والله العظيم البيتي بيبقى احلى من الجاهز. المهم معايا كوبايتين الا ربع دقيق منخول. تمام. ومعايا واحده فانيليا، وهنحط واحده بيكنج باودر. تمام. ومعايا 5 بيضات، ومعايا معلقه خل، ومعايا كمان معلقتين ونص كبار نشا، ومعايا كوباية سكر. تحطيه بقى كده حبيبات، تحطيه حبيبات او بودر زي ما تحطيه. ومعايا كوباية مية. تمام. مية عادي من الحنفية، لا تلاجة بقى ولا سخنة ولا حاجة. وهنحط معلقة كبيرة محسن جل. ده ثواني يا حبيبي، معلش اعذروني بقى على صوت ابني وقاعد معايا مش عايز يقعد مع باباه. تمام. مهم هنحط معلقة كبيرة محسن جل. ده اهم عامل عندنا في الاسبونش البيتي. علشان ينجح معانا لازم يبقى لونه زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم، عشان يبقى يعني الاسبونج البيتي ينجح معانا لازم محسن الجل يبقى لونه كده شفاف زي الفازلين. لكن لو رحتوا تشتروه ولقيتوا لونه ابيض لون اللبن بلاش، يستحسن بلاش، لانه هيفشل معاكي الاسبونج ومش هيبقى حلو. هنحط معلقه كبيره من الاسبونج الجل دوت. تمام. تعالوا بينا بقى على الطريقه. هجهز هنا معايا الاول يا بنات الصينيه اللي هدخل فيها خليط الاسبونج. تمام. انا هدهنها بحته زبده زي ما انتوا شايفين كده. واعذروني ان انا بستخدم ايدي، بس انا دي حاجه يعني عاملاها لبيتي وانا غسله ايدي كويس جدا. تمام. عندك ورقه زبده، ورق زبده وعايزه تحطي تمام، ما عندكيش هتدهنيها كويس جدا بحته زبده من القاع تحت ومن الجوانب. وهنسيبها على جنب علشان نجهز الخليط ونحطه فيها. انا هنا يا بنات دهنت الصينيه كويس جدا. تمام. من الجوانب زي ما انتوا شايفين كده ومن القاع تحت. تمام. وهركنها على جنب هنا على البوتاجاز لحد ما نخلص ندخل بقى على طريقه تحضير الاسبونج. تمام. ونرجع لها تاني. بصوا بقى يا بنات هنعمل احنا حطينا هنا البيض. تمام. ال5 بيضات. بصوا يعني دي طريقة ومفيش اسهل من كده بجد، والله العظيم ما في اسهل من كده. واي ست بيت واي مبتدئة تقدر تعملها.
وتبقي شاطرة في طريقة الاسبونج وتزينيه وان شاء الله بإذن الله، وتعملي تورت وتطلعيها كمان اوردرات، تشتغلي من البيت اونلاين، يعني مشروع من البيت مربح جدا. المهم حطينا هنا ال5 بيضات تمام. هنحط عليهم الفانيليا، ولو متوفر عندك فانيليا سايلة وعايزة تحطيها تمام. وهنحط كمان البيكنج باودر. احنا هنحط كل المكونات على بعضها ماشي تمام يا بنات. هنحط بس البيكنج باودر كده تمام. وهنحط كمان السكر. ثانية واحدة هفضي بس، هجيب معلقة وافضي بقية السكر. فضينا بقية السكر. وهنحط الخل. الخل في الوصفة دي بيمنع زفرة البيض، وبيدي بياض للبيض من جوه، يعني بيخلي سوري بيدي بياض للكيك من جوه تمام. بيخلي الكيك من جوه لونه ابيض، وبيدي طراوة وهشاشان للكيك فظيعة. وهنحط مع بعض هنا المعلقة بتاعت المحسن الجل تمام. اعذروني بقى على صوت ابني، انا زي ما قلت لكم مش عايز يقعد مع باباه، فاعذروني. كده حطينا المعلقه بتاعت محسن الجل، وهنفضي الميه تمام. وهنحط كمان النشا، يعني زي ما قلت لكم هنحط المكونات كلها فوق بعضها. وهنفضي الدقيق وهنضربهم بقى. هنشغل العجان على اعلى سرعة لمدة 10 دقايق، وبكده يكون الخليط بتاعنا خلص بتاع الاسبونج، وندخله الفرن. بس هوريكم شكل الخليط هيبقى عامل ازاي. بصوا يا بنات، طبعا انا قبل ما اشتغل في ضرب الخليط بتاع الاسبونج هكون مشغله الفرن على درجة حرارة 200 علشان يسخن كويس جدا قبل ما ندخل الخليط فيه. وانا في الاسبونج بستخدم الكف، ما استخدمش المضرب ابدا تمام، لان المضرب مش هيستحمل معايا ضرب الخليط ده كويس، والكف هيعمله اكتر. والوصفة دي يعني ارجوكي يعني ما تستغنيش فيها عن العجان او المضرب الكهربائي، لكن مش هتنفع بالخلاط نهائيا، ولا هتنفع بالويسك اللي هو المضرب اليدوي، مش هينفع نهائيا. الوصفه دي بجد مش هتنفع معاكي الا يا بالعجان يا بالمضرب الكهربائي. وطبعا انا عارفه ان العجان مش متوفر في كل بيت، لكن اكيد المضرب الكهربائي متوفر في كل بيت. هنضرب بقى الخليط وهنشوف، هوريكم القوام بتاعه عامل ازاي، وقبل ما ادخله الفرن هوريه لكم. بصوا يا بنات، انا وقفت ضرب في المرحله دي عشان اجيب اللي في بطن العجان تمام، عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه في الخليط. فهجيب اللي في بطن العجان كله ونكمل ضرب تاني. بصوا يا بنات، الخليط بقى عامل معانا ازاي. ده نتيجة الضرب الكويس ونتيجة محسن الجل اللي عملناه. بصوا والله الخليط تقيل، يعني حتى لو قلبتوا البولة تمام مش هيتقلب معاكم. لو لقيتوه بقى سايل عن كده تمام، مش تقيل معاكم، والقوام بتاعه ما ملاش العجان كده، وما بقاش لونه ابيض بالطريقة دي، ولا تقل بالطريقة دي معاكم، يبقى كده تأكدي تماما ان الاسبونج ده مش هينجح، وان الغلطة اللي خلت الاسبونج كده سايح وقوامه مش زي القوام اللي انا عاملاه ده، يبقى كده تأكدي تماما ان المحسن الجل بتاعك بايظ، مش كويس تمام. طبعا يعني معلش الحاجات دي محطوطه كده، انا لسه بفضلها مكان جوه في الرف وكده، انا كنت لسه مطلعاهم بروق يعني قبل ما اعمل لكم الوصفه وكده، فاعذروني على الكركبه دي بقى. شفتوا بقى القوام بقى عامل ازاي. دلوقتي هنفضيه بقى في الصينيه، وطبعا زي ما قلت لكم اهم حاجه نكون مسخنين الفرن كويس جدا قبل ما نبتدي في الاسبونج تمام. هنفضي بقى الاسبونج في الصينيه وندخله الفرن على درجه حراره 200 او 180 لمده ساعه. ما تفتحوش على الاسبونج الا بعد ساعه. الاسبونج عشان بيبقى قوامه تقيل كده مش زي الكيك العادي، بياخد في الفرن ساعه، مش نص ساعه ولا ساعه الا ربع زي الكيك العادي، فبياخد وقت، فما نفتحش عليه قبل ساعه. طبعا في بنات تسألني المقادير دي تاخد صينية مقاس كام. هقول لكم دلوقتي حالا وانا شغالة. المقادير دي تاخد صينية مقاس 18 تمام، ومقاس 20 ومقاس 22
و24 و26. يعني المقادير دي يا اسماء تاخد مقاس تبتدي من 18 ل26. يعني اهو مش حرمكم حاجة. هتعملوا تورته يعني باحجام مختلفه، يعني في مقاس 18 حجم الصغير، مقاس 20 الاكبر شويه 22 24 26. تمام. لكن بقى مقاس 30 في 40 ده هبقى اعمله معاكم، لان ده بمقادير تانية وبطريقه تانية خالص. تمام. فهبقى اعمله معاكم ان شاء الله في حلقه تاني. احنا هنا يا بنات فضينا الاسبونج في الصينيه، وطبعا القوام بتاعها بيبقى تقيل. تمام. فهنبتدي ان احنا نسويه كده بالطريقه دي. هنسويه كويس بالمعلقه او الاسباتيولا او اي يعني بظهر اي حاجه. تمام. برضو مش هصعب عليك الدنيا عشان لو ست بيت وما عندكيش ايه الامكانيات دي كلها. هنسويه بقى بالطريقه دي، وهنديله يعني هندي الصينيه خبطتين كده. تمام. علشان تطلع كل الهواء اللي جواها فوق وما يبقاش مفرغ في الكيكه من جوه. وده شكلها بعد ما سويناها وبعد ما اديناها خبطتين كده. بس خدي بالك يعني اوعي تديها خبطتين على الرخامه تكسريها، لا احنا مش عايزين نخرب الدنيا. يعني تاخديها كده في الارض كده زي الشطوره، وتحطي تحتيها فوطه او اتنين ويكونوا متطبقين كويس، وتمسكيها تقومي مدبقها شويه كده عشان تطلعي ايه فقاقيع الهواء دي فوق كده، بحيث ان هي ايه ما تبقاش مفرغه جامد قوي في السبونج من جوه. وهندخلها بقى الفرن السخن على درجه حراره 200 او 180 لمده ساعه زي ما قلت لكم. وبعد الساعة هنختبرها بالستيك بتاعة الشيش طاووق او بخلة الاسنان، وهوريكم برضو شكلها ايه بعد ما تخلص. وحاجة كمان يا بنات، الاسبونج لما يطلع معاكي يعني يا ريت ان انت تغطيه مثلا بفوطة 2 3 او اول ما يطلع من الفرن، وتسيبيه كده على البوتاجاز. تمام. او على الرخامه ايا كان في اي حته whatever. المهم تغطيه كويس وتسيبيه وتشتغلي فيه تاني يوم لو هتعملي تورته. تمام. يفضل ان هو يبقى عشان يديكي طبقات متساويه. تمام. وما يفرولش معاكي وانت بتقطعيه. لكن وانت بقى مستعجله وجاتلك مناسبه على غفله، جالك ضيوف ايا كان، هتعمليه في ساعتها عادي هيطلع معاكي حلو برضو كل حاجه. بس يعني اما الاسبونج بيبات بيدي نتيجه افضل، وبيبقى احلى معاكي في الطعم وفي السمك وفي التقطيع وفي كل حاجه. اتفقنا. واول ما يطلع من الفرن، هو دلوقتي كده في الفرن، اول ما يطلع من الفرن هوريكم شكله عامل ازاي، وهنغطيه مع بعض ونسيبه لتاني يوم. بس هتبقى حلقتنا دي خلصت. تمام. لان انا مش هزينه النهارده، انا هزينه بكره علشان بكره عيد جوازي، وانا حبيت افاجئ جوزي بتورتايه كده حلوه. تمام. يعني حبيت افاجئ كده زوجي العزيز وابن اللذيذ بتورتايه كده حلوه، بدل ما اروح اشتري من المحل وكده، تبقى حاجه بعمايل ايدي يعني وكده. فان شاء الله حلقه التزيين هتبقى بكره، لكن النهارده الحلقه عن الاسبونج بس. ولما يطلع هوريهولكم ونبقى نقفل مع بعض الحلقه. وادي يا بنات شكل الكيك بعد ما طلعناه من الفرن بعد ساعة. ما شاء الله الله اكبر، شكله حلو جدا ولا الريحة فظيعة. تمام. واختبرته كده اهو بستيك شيش طاووق، طالعه فاضيه ما فيهاش اي حاجه نظيفه. تمام. هي كده بقى استوت. هغطيها بقى بفوطه او اتنين، يعني فوطه واحده او اتنين. تمام. وهركنها على الرخامه او البوتاجاز لحد بكره، وهزينها بكره ان شاء الله. وبكده تكون خلصت معانا حلقتنا النهارده. واتمنى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها، ولو حابين اعمل لكم اي وصفه تاني اكتبوا لي في الكومنتات. ولو لسه بتتفرجي على قناتي لاول مره ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي وهتوحشوني.